عمر لطفي بصدد التحضير لفيلم سينمائي جديد سيبدأ تصويره بعد شهر رمضان. دعا لطفي الجمهور المغربي إلى دعم السينما المحلية من خلال حضور الأفلام المغربية في القاعات السينمائية. هذا الفيلم الجديد يأتي بعد نجاح فيلمه الأول البطل، الذي كان أول تجربة لعمر لطفي في الإخراج، ونادر بالخياط رضوان في الإنتاج السينمائي. البطل هو فيلم كوميدي يدور حول صراع أفراد عصابات حول تحفة فنية، وضم نخبة من الممثلين مثل فرح الفاسي، عزيز داداس، وماجدولين الإدريسي. بالإضافة إلى ذلك يعرض لعمر لطفي حاليا فيلم أبي لم يموت، الذي يتناول فترة سنوات الرصاص في المغرب من خلال التركيز على معاناة أفراد المجتمع البسطاء. المخرج عادل الفاضلي ركز على القصص الإنسانية بعيدا عن الجانب السياسي، مما أضفى على الفيلم طابعا دراميا مميزا. الفيلم يجمع بين الواقعية والأساطير التي سادت تلك الفترة، ما يعكس التجارب الفردية والجماعية التي عاشها الناس.